بيبدأ الفيلم بسيدة جميلة اسمها كوني وابنهم تشارلي وجوزها إدوارد، وبتكون بتحضر الفطار ليهم الصبح. ولما بيخرج إدوارد علشان يوصل تشارلي للمدرسة بيكون الجو فيه رياح شديدة والهوا بارد جدا، وساعتها إدوارد بيقول لكوني تأجل عيد ميلاد تشارلي وما تنزلش لأن الجو مش حلو، لكنها بترفض وبتقوله إنها هتنزل عادي علشان مش عايزة تزعل ابنها تشارلي. ولما بتطلع بره بتكون العاصفة أشد من الصبح لدرجة إن كل حاجة كانت بتطير قدامها. هو فجأة بتلاقي الهوا بيزقها بسرعة جدا وبتخبط في شاب كان ماشي واسمه بول وكان ماسك كتب كتيرة، وبيقعوا هما الاتنين على الأرض. فبتعتذر ليه وبيحاول كل واحد يلم حاجة التاني اللي وقعت، وبتطلب منه بعد كده إنه يساعدها ويلاقي ليها تاكسي، لكن مفيش ولا تاكسي كان راضي يقف ليها. ولما بيقف معاها بيلاقي في جرح في رجليها، فبيعرض عليها إنها تطلع معاه شقته. في الأول كانت هي معترضة جدا ومش عايزة تطلع، لكنها بتوافق في الآخر وبتطلع معاه شقته. وأول ما بيفتح باب الشقة بيسيبها براحتها تدخل الحمام وتطهر الجرح. ولما بتطلع بتطلب منه إنها عايزة تكلم ابنها في التليفون، فبيقول لها البيت بيتك، وبيخليها تكلم ابنها في التليفون. وبعد ما بتكلم ابنها بتطلب من بول إنها لازم تمشي، وبتشكره جدا إن هو ساعدها، لكنه بيقول لها إنها قبل ما تمشي لازم تاخد كتاب من مكتبته هدية. هو بيديلها كتاب فبتاخده منه وبتمشي. ولما بتروح بيتها بتحكي لجوزها على كل اللي حصل معاها، لكنها بتلاقي إن هو ما بيديش أهمية للموضوع وبيتجاهلها تماما، وبيقول لها فيه الخير الشاب ده إنه رضي يساعدك، وبيضحك باستهزاء. وفي اليوم التاني لما تيجي تفتح الكتاب بتلاقي ورقة وقعت من الكتاب بيكون فيها عنوان بول ورقم تليفونه، فبتقرر ان هي تتصل بيها علشان تشكره على اللي عمله معاها يوم العاصفة. واول ما رد عليها بدأت تشكره، وهو برضو بيطمن على رجليها، فبتقوله ان الجرح خف خالص، وصمم عليها انها لازم تروح له البيت علشان هيعزمها على الغدا النهارده. ولما بتروح له البيت بيقعدوا يتكلموا شوية، هو بيمسك ايديها وبيعلمها ازاي تقرا كتاب على طريقة برايل، لكنها فجأة بتتكسف منه وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بتروح للمكتب بتاع جوزها وبتقدم له تي شيرت هدية احتفالا بعيد ميلاده، فبيفرح بيه جدا وبيلبسه لانه بيكون بيحبها، لكن بيكون غشيم ما بيعرفش يعبر عن حبه ليها. وبيجي ليه اتصال تليفوني وهو قاعد وبيتجاهلها تماما، فبتسيبه وتمشي. وبالليل بيحس ادوارد ان كوني على طول بتفكر ومشغولة لانها بتكون طبعا بتفكر في علاقتها مع بول. وتاني يوم كوني بتروح لبول علشان يفطروا مع بعض، وبيشغل مزيكا وبيرقصوا مع بعض، وواحدة واحدة العلاقة بتاعتهم بتتطور اكتر من الاول. زي طبعا ما انتوا فاهمين ما بحبش اتكلم كتير، لكن فجأة ضميرها بيوجعها وبتسيبه وتمشي، وبتقوله طق يا بول اللي بيحصل ده غلط طبعا. وطول ما هي قاعدة في القطر ضميرها بيوجعها وبتقعد تفتكر في كل اللي حصل، وبتكون مش مصدقة نفسها ان هي ازاي تعمل كل ده. ولما ادوارد بيكون راجع من الشغل بيقابل صاحب كوني، فبيقوله انت اكيد شفتها النهارده في الشغل، فبيقوله لا ده انا ما بشوفهاش بقالي 3 ايام اصلا هي ما بتجيش الشغل. ولما بيجي الليل بتروح كوني لادوارد وتشوفه لو حابب يشرب حاجه، لكنه بيقول لها ان هو مشغول وما بيديهاش اي اهتمام. وبعد كده بتسيبه وبتدخل الصاله، وبتلاقي الكوره الكريستال اللي كان جوزها جايبها لها في عيد ميلادها، وفكرت انها تديها هديه لبول في عيد ميلاده. وبتكرر الزياره لبيته اكتر من مره، وبيروحوا هما الاتنين كافيه وبتقدم له الكوره الكريستال هديه. ولما بيكونوا هما الاتنين قاعدين في الكافيه المفاجاه هنا ان واحد من اللي بيشتغلوا في الشركه بتاعه جوزها بيشوفها مع الشاب بول. وتاني يوم ادوارد بيقول لها ان هو عازمها على الغدا النهارده بره، لكنها بتعتذر له وبتقوله ان هي عندها ميعاد عند مركز التجميل اليوم ده. لكنه بيطلع الصاله وبيلاقيها بقى تشتري لبس جديد وعمرها ما كانت بتلبس اللبس ده قبل كده، فبيبدا يشك فيها. وبعد ما مشيت بيعمل نفسه ان هو بيأكد على ميعاد في المركز التجميل، وبيتصل بمركز التجميل، لكنه بيتفاجئ ان مراته ما راحتش هناك اصلا ولا كانت حاجزه فيه. ولما بتروح كوني البول علشان تقابله فبتقابل في طريقها 2 من صحابها وبيسلموا على بعض، وبتكون مضطره ان هي تروح معاهم الكافيه. ولما بتروح الكافيه بتكلم بول في التليفون وبتقوله انها قاعده مع صحابها، لكنه بيروح لها الكافيه وهي قاعده مع صحابها. وساعتها صحابها بيشوفوه يقعدوا يتغزلوا في جماله ويقولوا لها ازاي وقعتي الشعب بالقمر ده، وهي بتكون مبسوطه ان هي بقت حبيبته وبتتباهى بيه قدام صحابها. لكن فجاه بتقول لها صاحبتها المحترمه عيب عليكي انتي متجوزه وعندك عيل كمان، وبتقول لها انها توقف علاقتها بيه لان حياتها كلها هتتدمر لو جوزها عرف زي ما هي حصل معاها قبل كده. ساعتها كوني بتسمع كلام صاحبتها وبتتاثر بيه، ولما كوني بتروح لبول البيت بتطلب منهم انهم لازم ينهوا علاقتهم دلوقتي. لكن بقى زي ما انتوا فاهمين العلاقه بتتطور اكتر من الاول، وبيرفض طبعا ان هم ينهوا علاقتهم مع بعض. وفي نفس اليوم بيكون
جوزها في الشغل وبيرفد منه العمال. عنده عامل كان مهمل في شغله، فبيحاول العامل ان هو يستعطفه ويقوله ان هو عنده عيلة وبيصرف عليهم، فبيقوله زي ما انت بتهتم بعيلتك اهتم الاول بشغلك، وبيرفض يتكلم معاه تاني. فيرد عليه العامل بعصبية ويقوله روح شوف مراتك بتعمل ايه من وراك، بدل ما انت كل اللي همك الشغل والفلوس بس. ساعتها ادوارد بيتصدم لانه كان اصلا شاكك فيها، وساعتها شكه بيطلع في محله. وعلشان ادوارد يتأكد بنفسه بيخلي واحد يراقبها ويمشي وراها ويقوله كل تحركاتها. وفي اليوم التاني بيجهز ادوارد نفسه لان بيكون عنده اجتماع، وهي بتعمل نفسها نايمة وبتستنى لما ادوارد يمشي علشان تقوم تلبس وتخرج. اما ادوارد بيكون متضايق في الاجتماع وبيكون قاعد سرحان ومش مركز خالص. وفي نفس الوقت بتكون كوني عمالة تتفسح مع عشيقها، وفي اللحظة دي بيكون الراجل عمال يصورها وهي كمان بتروح معاه شقته وتنام عنده وتنسى ابنها اللي بيكون قاعد مستنيها في المدرسة. لكنها فجأة بتصحى وبتفتكر ابنها وبتصحى من النوم وبتطلع تجري على مدرسة ابنها، ولما بتوصل للمدرسة بتنزل جري من العربية وتاخد ابنها. وفي نفس اليوم بالليل بتكون قاعدة في المطبخ عمالة تعيط وبتعمل مكالمة لبول، لكن بيدخل عليها ابنها وبيقول لها بمنتهى البراءة انت بتعيطي ليه يا ماما؟ فبتقفل السماعة بسرعة وبتقول له مفيش حاجة يا حبيبي انا كويسة، وبتاخده على اوضته علشان ينام. وتاني يوم بيقابل ادوارد الراجل اللي خلاه يراقب مراته، وساعتها بيديله ظرف فيه الصور وبيقول له على اسم بول وعنوانه. ولما ادوارد بيشوف الصور بيتصدم لانه ما كانش متوقع ان ده يحصل من مراته. اما كوني بتروح في يوم المكتبة علشان تشتري شوية كتب، لكنها لما بتوصل وبتدخل جوه المكتبة بتشوف بول واقف مع واحدة غيرها وبيضحكوا وبيكونوا مبسوطين، فبتروح تتخانق معاهم وهو بيحاول يهدي الخناقة وبيفصلهم عن بعض، وبيخلي البنت اللي معاه تمشي وهو بيحاول يهدي كونه وبياخدها على بيته ويعتذر لها، لكنها بتسيبه وبتمشي، لكن هو بيوقفها بالعند وبيعمل معاها علاقة جامدة. وفي اللحظة دي بيكون ادوارد جوزها عند بيت بول، لكن من حسن حظ كوني انها بتكون مشيت قبله بثواني. ولما ادوارد يطلع فوق ويخبط على الباب بيفتح له بول وبيدخله جوه، لكن ساعتها ادوارد بيتصدم من بول لان بيكون شكله صغير جدا على مراته. وبعد ما ادوارد يدخل جوه بيته ويقعد معاه شويه ويقعدوا يتكلموا، فجاه بيلاقي الكره الكريستال اللي كان جايبها لمراته هديه عنده، فبيعرف ان هي اللي ادتها له. وبيحس بعدها ادوارد بخنقه وهذيان وان هو مش قادر يتحرك، لكن ما بيفوقش غير لما بيلاقي نفسه ضرب بول على راسه بالكره الكريستال وبيموت بعدها بول. وادوارد ساعتها بينهار وبيغطي بول بالملايه وبيروح يمسح كل البصمات بتاعته اللي في الشقه. وبتيجي في اللحظه دي مكالمه على التليفون من كوني وبتقول لها انها خلاص هتنهي علاقتها بيه، وبتقول له بول انها خلاص مش عادت هتقدر تخون جوزها تاني، ويفضل انها ما عادتش هتروح له البيت تاني، لكن بيكون خلاص بتتكلم بعد فوات الاوان. وبعد كده ادوارد بيلف الجثه بسجاد وبينزل بيها في الاسانسير وبيحطها في شنطه العربيه وبيروح يرميها في مقلب زباله. وتاني يوم الصبح بيكون باين على ادوارد ان هو مش طبيعي، وفجاه بيجي 2 من الشرطه للبيت وبيسالوا كوني عن بول، لكنها بتقول لهم انها بقالها فتره مش شافته وما تعرفش عنه اي حاجه، وانها كانت مجرد زبونه بتجيب من عنده كتب. وتاني يوم لما كوني بتروح تاخد اللبس من المغسله بتلاقي ظرف فيه صورها هي وبول في جيب الجاكيت بتاع جوزها، فبتنهار وبتمشي. وبالليل بيكونوا عاملين عزومه صغيره لاصحابهم، فبتمسك صاحبتها الكوره الكريستال وبتسالها اشترتها منين. ساعتها بتتصدم لانها كانت ادت الكوره دي لبول قبل كده، وبتتاكد ساعتها ان اكيد ادوارد عمل حاجه في بول. ولما العزومه بتخلص واصحابها بيمشوا بتدخل على جوزها بالليل وبتساله هو انت اللي خلصت على بول؟ قال لها اه وكنت هخلص عليك انت كمان، انت روحتي تلعبي مع شاب وسبتي جوزك وابنك وبيتك. وبيعرفها انه كان عارف ان هي بتخون وكان حاسس بيها من اول يوم. وتاني يوم بتقرا كتاب على المكتب وبتمسك الكوره وبتلاقي تحتها ورقه جوزها كان كاتب فيها ان هي احلى حاجه حصلت في حياته. وبالليل بتروح تحرق كل صورها مع بول، ولما بيقرب منها ادوارد بتطلب منه ان هو يسامحها. قال لها انا مسامحك بس لازم اسلم نفسي الاول. وتاني يوم لما بيروحوا يقفوا قدام اسم الشرطه بتطلب منه ان هي هتبيع كل حاجتها ويهاجروا من المكان ده ويروحوا ويعيشوا في مكان بعيد خالص عن الناس، بس اهم حاجه انه ما يسيبهاش. ساعتها بيوافق وبتعيط فبيحضنها وبيخلص الفيلم على كده.